ايه يا عمو يا روحي، خيو هذا كتاب الماني 1000 كلمه وكلمه، شو قال لك؟ هذا كتاب تعلم المانيه في 15 دقيقه، هذا كثير كويس كثير ممتاز. عندك هذا هلا 15 جمله المانيه ذهبيه، هذا لانجيلا مستغاني الالماني يليق بك. ايه لك ابو فيصل كل هدول ما بدك هالكتاب روحي مشان الماني، ما بدك. لا ابوي ايش كثير، ايش ما بدك؟ قاعد هون اتعلم لغتهم، الحمد لله انا قريتهم بدرغي بلغي. طيب ابو فيصل، طيب بدنا بدك خلينا نسال حدا على الباص لانه موبايلي طفى ما هرج نطلع. ايه روحي، ايه حقك تعال نطلع حدا الله نساله، حدا الماني هيك يفهم علينا، هيك قول لنا وين الباص صح. كوني واحد، كوني اسمع. هلو 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 يا جوتن تاج. ايش هاي جوتن تاج؟ ايش هاي انت قاعد جوتن تاج؟ ايش بقى عمورة، ايش بقى عبسب هذا يعني؟ عبسب عبسطوا علينا عشان المانيا كابه. لك اب فيصل روق روح، قال لك جوتن تاج يعني يومك طيب، يومك سعيد. ايش بك؟ ايوه يومك طيب. جوتن تاج انت كمان. ايه ايش كنا اساله؟ الله يوفقك نسيتوني ايش بدي اساله كنت، شو هذيك كنت حاطاه؟ ناولني عمورة كتاب هذا الألف جملة وجملة بس. هذا هات اقول لك حبيبي اقرا عمورة كتاب الأحمر الألف جملة مفيدة في الأوقات السعيدة، صفحة 15 سطرين فوق ثاني سطر. هات كان في جملة على الآن مخي، اقرا لي اياها بالله لازم تكون ساعدنا هلا. هلو هل لي من قبلة منك سيدتي؟ Sagen Sie ruhig, wie kann ich Ihnen helfen? Ich بتنازع، ايش بك؟ ركز معي حمودي، ركز معي. جوتن تاج مرة ثانية، ركز معي. Ich Hause بوس بوس nach Hause Hauptbahnhof. Wo Hauptbahnhof? Wo Hauptbahnhof? Entschuldige, aber ich verstehe Sie gar nicht. Was wollen Sie damit sagen? Mein Gott, ich hab keine Zeit, ja? ابو ايش بعد فرد بحت ايش بك خيو. والله اول ما شفته حسه الميته ركيكه، يا ما الله الميته ركيكه عم بعفس معنا بس احنا ما نفهم عليه. الميته ركيكه طلع اشقر بس مو الماني، هيك مو الماني ما ايش كنت خلص خليه يروح رو ابوي رو خلاص عمو مدور على غيره. ابو فيصل روحي بس خليني احكي معه انا، الله يوفقك. بس خليني احكي معه انا بس افهم منه، احاول انا، خليني احاول اعطيه فرصه. ايش ابوي؟ الله يوفقك، تسوي وجهنا قدام اجانب يقولوا نحن سوريين ما بيعرفوا يحكوا الماني. رو تعلم الكتاب اول اقراهم كلهم بسمع لك بعدين بدي احكي مع عالم. لا اب فيصل استر عرضك، خليني بس احكي معه جمله، ما في غيره بالشارع نلحق نروح على البيت. Verzeihung, wir haben uns in dieser Stadt verloren und wir kennen uns tatsächlich hier nicht aus. Können Sie uns ganz kurz sagen, wie wir zum Hauptbahnhof kommen? Das wäre wirklich sehr nett von Ihnen. Ach so, darum geht's. Na klar. Sie gehen mal die Straße runter, einmal links, dann sind Sie da. So kompliziert ist das gar nicht. Ja, gerne. Ah, okay. Ich bedanke mich bei Ihnen dann, ja, und schönen Tag noch. Tschüss. Ach, ist doch kein Thema. Ciao. أبا والله طلعت مخبر بتجيبك يا عمورة. لك طلع ولا هذا انا كتاب؟ انا كتاب قريته من وراي. انا عملت الفيديو مشان احكي عن الموضوع بالذات، انه السوريين عم بيجوا هلا مثلهم عم بيجوا كثير يحكوا عن اللغه انه صعبه وما هرج نتعلمها وكثير معقده والحكي. اول شغله، اول قاعده، ما تخلي حدا يحطم لك معنوياتك من جوا، يعني ما تحط براسك انه اللغه الالمانيه صعبه، بس ما حطيت هالشيء براسك مستحيل تتعلم اي شيء. ثاني شغله، انا انسان عنده قناعه انه الله اللي خلق لك عقل بشري يتحمل اللغه العربيه وصعوبتها وتعقيدها ورزانتها ورصانتها وخلاك تتعلمها وتتقنها، ما راح تصعب عليك لغه مثل اللغه الالمانيه. هي ثاني شيء. ثالث شيء، نحن كسوريين معروف عنا وين ما قعدنا يعني مظبط حالنا الحمد لله، معروف عنا شاطرين، فاللغه ما شيء جديد علينا. ونصيحه من اخ لاخوه، نصيحه مني لكم عن تجربه، يعني نزل على الشارع واعمل محادثه مدتها 5 دقائق او 10 دقائق مع بنوته حلوه، مع حدا الماني، مهم الماني، احكي معهم، خذ اسالهم عن تجاربهم، اسالهم اي شيء، خبص كلمه عربي، كلمه الماني، كلمه انجليزي، اي شيء لحالك تعلم. صدقني هذا الشيء بفيدك اكثر من تفتح كتاب هدول تبع البسطات اللي ينباعوا عنا بسوريا، تعلم المانيه في 5 دقائق و10 دقائق و20 كلمه وكذا. هذا كله شيء ما بفيدك. الحياه الاجتماعيه غير، اهم شيء حياه اجتماعيه مشان تتعلم لغه جديده.